بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمر معنا في الدرس المتقدم الكلام حول ما حصل من النسوة وما حصل من امرأة العزيز بعد أن ذهب أو بعد أن ظهر عذرها عند النساء وأنها تقوت بسبب ذلك، فدعت يوسف إلى الفاحشة وما زالت تراوده وتوعدته بالسجن. قال: فعند ذلك اعتصم يوسف بربه واستعان به على كيدهن، وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وهذا يدل على أن النسوة جعلن يشرن على يوسف في مطاوعة سيدته، وجعلن يكدنه في ذلك. أي يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: عندما توعدته امرأة العزيز بالسجن، فالتجأ يوسف عليه الصلاة والسلام إلى ربه ودعاه وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وذكر العلامة السعدي هنا أن في هذا إشارة ودليل على أنه قال: يدعونني جمع، ومن الذي دعته إلى الفاحشة؟ امرأة العزيز، لكن فيه دليل على أن النسوة اللاتي حضرن ورأين يوسف جعلنا يراودن ويقولن له: أطع سيدتك، أطع سيدتك، وجعلنا يكدن ليوسف في ذلك أن يقع في الفاحشة والعياذ بالله. قال: فاستحب السجن والعذاب الدنيوي على لذة حاضرة توجب العذاب الشديد. وهذا الذي ينبغي علينا جميعا، أن إذا جاء وظهرت لنا معصية فنتفكر إن كانت هذه المعصية لها لذة، لكن لذتها تنقضي، ثم بعد ذلك يبقى الألم. اللذة الثانية تنقضي، ثم بعد ذلك يبقى الألم في القلب، وأيضا يبقى العقاب على هذه المعصية. فهذه لذة حاضرة سوف تزول مقابل عذاب ومقابل حرمان لذات أبدية سرمدية، كما سيذكر العلامة السعدي. قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي أمل إليهن، أي أقع في الفاحشة والعياذ بالله. وإلا تصرف عني كيدهن، بأنهن يريدن أن أعمل الفاحشة مع امرأة العزيز، فإني سوف أميل لأني ضعيف. قال: فإني ضعيف عاجز، إن لم تدفع عني السوء صبوت إليهن وأكن من الجاهلين. فإن هذا جهل، لأنه آثر لذة قليلة منقصة على لذات متتابعات وشهوات متنوعات في جنات النعيم. ومن آثر هذا على هذا فمن أجهل منه؟ فإن العلم والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين وأعظم اللذتين، ويؤثر ما كان محمود العاقبة. عندما دعا يوسف عليه الصلاة والسلام ربه بأن يصرف عنه كيد هؤلاء النسوة من أن يعمل الفاحشة، قال: يا رب إني ضعيف، اصرف عني هذه كيدهن، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي أمل إليهن، لأنه ضعيف.
لأني ضعيف. وكما تقدم معنا أو كما مر معنا في الدرس المتقدم أن العبد ينبغي له أن يلجأ إلى الله أمام ما يخطر بباله وما يأتي أمامه من الشهوات، وكذلك من الشبهات، من الشهوات والشبهات. فالنفس ضعيفة لأنها أمارة بالسوء ومتبعة لهواها، ولكن العبد إن اعتصم بالله ولجأ إلى الله عز وجل وأظهر ضعفه وعجزه أمام الشهوات وأمام الشبهات، فإن الله عز وجل يعينه ويقويه ويجعل في قلبه عزيمة ويجعل في قلبه قوة على تجنب هذه المعاصي، على تجنب هذه المعاصي. والعبد لا يفخر بنفسه ولا يعجب بعلمه ولا يعجب بتقواه وزهده مهما بلغ من التقوى ومن الزهد ومن العلم ومن الصلاح، فهو ضعيف. وينبغي بل يجب عليه أن يخاف من أن يميل إلى فعل المعاصي والفحشاء والمنكرات، ولا يقول أنا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان من دعائه: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ولا تكلني، لا يتكل العبد على نفسه، على تقواه وعلى عمله، لا. ومن وكله الله إلى نفسه فقد خسر، هلك. ومن وكل إلى نفسه صار من أهل الحين، كما يقول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ومن وكله الله إلى نفسه بمعنى كلامه صار من أهل الحين، أي من أهل الهلاك. فالعبد دائما وأبدا يكون معتصم بالله وملتجئ إلى الله عز وجل في أن يصرف عنه السوء والفحشاء وأن يثبت قلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر دعائه كما جاء أظن من حديث أم سلمة: أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من يدعو بهذا الدعاء الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الذي هو خير الخلق عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يدعو بهذا الدعاء ويكثر منه. ونحن من باب أولى، لا تمر بنا صلاة فرض أو نافلة إلا ونحن ندعو بهذا الدعاء، ولا وقت من أوقات الدعاء التي فيها أوقات استجابة دعاء كما بين الأذان والإقامة. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. هذا موطن استجابة الدعاء. آخر ساعة من يوم الجمعة، في الصلاة، في السجود، في التشهد الأخير، في الثلث الآخر من الليل، وغير ذلك من أوقات. لابد إذا دعوت الله لا تنسى هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلوبنا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، فمن دعا الله عز وجل بالثبات ثبته الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن الدعاء أيضا: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ومن الدعاء: اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم أصلح لي شأني كله. فإذا لم يصلح الله عز وجل لك شأنك خسرت. إذا لم يصلح الله عز وجل شأننا خسرنا وهلكنا، ما أحد يصلح غيره. إذن فندعو بهذا الدعاء: اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، هكذا لمح طرفة عين إغماضها وفتحها،
يعني مقدار هذا، مقدار أن يعني تغمض وتفتح عينك طرفة عين، إذا وكلك الله فقط مقدار هذا هلكت. ومن وكله الله إلى نفسه طرفة عين كان من أهل العين، أو صار من أهل العين، كما يقول العلامة الطحاوي، أي صار من أهل الهلاك، صار من أهل الهلاك. فنسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا، وألا يكلنا إلى نفسنا لأنفسنا طرفة عين، أن يصلح لنا شأننا كله، وأن يثبت قلوبنا على كتابه وعلى سنة نبيه حتى الممات، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: فاستجاب له ربه حين دعاه فصرف عنه كيدهن، فلم تزل تراوده وتستعين عليه بما تقدر عليه من الوسائل حتى أيسها وصرف الله عنه كيدها، أي امرأة العزيز ما زالت تراود يوسف وتستعين عليه بكل ما تستطيع، بكل ما تستطيع من إغوائه ومن أن يفعل بها الفاحشة. كل الوسائل جاءت بها، كل ما استطاعت عليه من الوسائل جاءت بها لكي يعني يفعل يوسف عليه الصلاة والسلام بها الفاحشة والعياذ بالله، ولكن الله صرف عنه. قال: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن حتى أيسها، يئست، خلاص قنعت أنها لن تستطيع أن تقنعه بأن يفعل الفاحشة. فهذا لأن الله عز وجل استجاب دعاءه، والله قال: إنه هو السميع لدعاء الداعي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال، يعني الراوي قال: كنا في غزوة، قال فرجعنا فيعني كان البعض يدعي ارتفعت أصواتهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصير، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الذي فوق الجمل وهذا عنق، يكون قريب من عنق، يعني قريبة من عنق الناقة، لكن الله أقرب إليكم من حبل الوريد. فأنت أدعو واعمل بالأسباب التي بها يستجاب الدعاء: الإخلاص لله عز وجل، التضرع، إظهار الحاجة وإظهار أنك فقير، واجتنب الموانع كالمعاصي وأكل الحرام. فهذا من أعظم الموانع من استجابة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. وهو قد جاء بأسباب الدعاء، رفع يديه وابتهل وهو في وقت الحاجة، وأظهر الفقر وقال: يا رب يا رب، كرر، ومع ذلك أنى يستجاب له لأنه أكل الحرام. فالعبد إذا ابتعد عن موانع استجابة الدعاء وعمل بأسباب استجابة الدعاء حري به أن يستجاب الله عز وجل له. واستجابة الله عز وجل للدعاء بثلاثة أمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فقط استجابة الدعاء بأن يعطيك الله عز وجل ما دعوت به، لا، استجابة الدعاء إما أن يصرف الله عنك من السوء مثل ما دعوت الله عز وجل، يصرف عنك، كان سيأتي عليك سوء فأنت دعوت الله عز وجل أن يعني يعطيك شيء، أن يثبت قلبك، صرف عنك هذا السوء بمثل هذا الدعاء، بمقدار هذا الدعاء. وإما أن يعطيك ما سألت، وإما أن يدخر لك هذا أجر هذا الدعاء إلى يوم القيامة. هذه ثلاثة. استجابة الدعاء تكون بأحد ثلاثة أمور:
إما أن يصرف عنك الله من السوء مثل ما دعوت، وإما أن يجيب الله دعاءك، وإما أن يدخر لك أجر هذا الدعاء إلى يوم القيامة. وينبغي للعبد ألا يستعجل في إجابة الدعاء، وألا يوسوس له الشيطان فيكسل من الدعاء ويقول دعوت فلم يستجب لي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يستجيب للعبد ما لم يعجل بمعنى الله أعلم، ما لم يعجل أو يستكثر أو يستأخر الدعاء. بعد ذلك يقول قد دعوت فلم يستجب لي، ويترك الدعاء. ما لم يعجل أو يترك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر وحث الصحابة، وهو حث للأمة جمعا، بالإكثار من الدعاء، وأنك إذا دعوت فإن الله يستجيب. قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بما معنى الحديث: إذا نكثر. قال: ما دعوت الله إلا استجاب الله عز وجل دعاءك. قال: إذا نكثر من الدعاء فإن الله سوف يستجيب لنا. قال: الله أكثر. مهما دعوت فالله عز وجل يجيب دعاءك، ومهما كان مطلبك فالله عز وجل لا يعجزه شيء. قال: إنه هو السميع لدعاء الداعي العليم بنيته الصالحة وبنيته الضعيفة المقتضية لإمداده بمعونته ولطفه. فهذا ما نجى الله به يوسف من هذه الفتنة الملمة والمحنة الشديدة، أي الدعاء وافتقاره، إظهار افتقاره إلى الله عز وجل. هذا من ما نجى الله، هذا السبب الذي نجى الله عز وجل به يوسف عليه الصلاة والسلام من هذه المحنة الشديدة ومن هذه الفتنة الملمة. قال: وأما أسياد يوسف، قال: فإنه لما اشتهر الخبر وبان وصار الناس فيه بين عاذر ولائم وقادح. اشتهر الخبر وشاع أن امرأة العزيز تراود يوسف بأن يفعل معها الفاحشة، قال: وصار الناس فيها بين عاذر، أعذرها لما ليوسف من الجمال، مثل ما حصل من النسوة، ولائم يلوم امرأة العزيز على هذا الفعل، وقادح هو بمعنى لائم، يقدح: ايش هذا؟ ما هذا؟ قال: بدا لهم، أي ظهر لهم، من بعد ما رأوا الآيات الدالة على براءته ليسجننه حتى حين، أي لينقطع بذلك الخبر ويتناساه الناس، فإن الشيء إذا شاع لم يزل يذكر ويشاع مع وجود أسبابه، فإذا علمت أسبابه نسي، فرأوا أن هذا مصلحة لهم فأدخلوه في السجن. أي لما شاع الخبر وانتشر، رأى أسياد يوسف العزيز ومن كان معه أنهم وبعد ما رأوا الآيات الدالة على براءة يوسف، أن يوسف بريء، وأن يوسف عليه الصلاة والسلام بريء، رأوا أنهم يسجنوه. لماذا؟ هل للتهمة؟ لا، وإنما لأجل أن ينقطع الخبر، هذا الذي شاع. فإن الخبر إذا شاع وانتشر، إذا شاع الشيء إذا شاع لم يزل يذكر حتى تذهب الأسباب، أسباب هذا الشيء. فإذا ذهبت الأسباب يبدأ يقل شيوع حتى ينتهي. وهم رأوا ذلك، أن الأسباب وجود يوسف، فإذا اختفى يوسف عن الأنظار وما انقطعت المراودة، الآن ما زال يوسف أمام الأنظار، وامرأة العزيز ما زالت تراوده، الخبر قد شاع وما زال أسبابه ما زالت، إذن سيبقى اشتياع الخبر. لكن لما أن يدخل يوسف عليه الصلاة والسلام إلى السجن وامرأة العزيز تبعد عنه، ما في مراودة
ويوسف الذي يعني طلب منه عمل الفاحشة والعياذ بالله ليس موجود أمام أعين الناس، مخفي، فإن الخبر سوف ينقطع، الخبر سوف ينقطع. وهذه أيضا من الفوائد التي سيذكرها العلامة السعدي رحمه الله تعالى مما يستفاد من هذه الصورة من الفوائد والعبر، أن الناس إذا رأوا يعني أن خبر انتشر فإن من أسباب منع انتشاره ذهاب أسبابه. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.